يلا بينا نعمل احلى صينية كيك كبيرة ب4 بيضات بس. يلا بينا نشوف الطريقة، وكمان ما شاء الله مرتفعة وحلوة. الطريقة دي بعملها وموفرة جدا. 4 بيضات بس وسهلة جدا. معانا 4 بيضات وهنحط عليهم شوية فانيليا صغيرين سايلة، ولو عايزة بودرة عادي مفيش مشكلة. هنضرب ال4 بيضات لغاية اما توصل للقوام اللي هو كريمي، لغاية نضربها كده شوية. وبعد كده ننزل بكوباية سكر حبة حبة صغيرين، شوية بشوية، ونفضل نضرب. وبعد كده ننزل بنص كوباية زيت. تمام، برضو بحط اي مكونات حبة بحبة، وبكوباية لبن. طبعا اللبن بيخليها هشة جدا وطعمها حلو قوي. ننزل بقى بالدقيق هنا، وانا بحط الدقيق طبعا الدقيق منخول، بحط شوية بشوية وبقلبهم من غير ما اضرب. تمام، بقلبهم من غير ما اكون مشغله المضرب. تمام، بقلبهم كويس جدا. حطيت 4 كوبايات دقيق. بعد كده هحط كيس كيك شيف، بنخله كده عشان ما كنتش نخلته على الدقيق. عادي ممكن ننخله على الدقيق او لا. وبعد كده بعملهم بعملهم ميكس كده مع بعض لغايه اما يوصل للقوام ده. لو لقينا القوام تقيل شوية بنخففه بشوية مية صغيرين. انا خففته تقريبا بربع كوباية مية. بعد كده ندهن الصينية بتاعتنا. الصينية دي ما شاء الله كبيرة، مقاسها كبير. بعد كده ننزل الكيكة في قلب الصينية. واهم حاجة الكيكة تكون هتلاقوها كده بتطلع فقاقيع، معناها اللي هي الكيكة كويسة ومضروبة كويس. وده شكلها بعد ما طلعت. حطيتها تقريبا ساعة الا ربع بس. وهنا كنت عاملة صوص شوكولاتة، وهنزله لكم باذن الله في الفيديو الجاي. بس عشان كانت اول تجربة فما حبيتش ان انا انزله لغاية اما اجربه الاول واشوف المكونات معايا، لان السكر طلع معايا قليل شوية. فباذن الله هنزل لكم طريقة الصوص بتاع الشوكولاتة.